أهلا بيكم. تعالوا النهاردة نتكلم على موضوع مهم جدا، وهو قرب الأب من بنته في وجوده أو حتى لو مسافر بحكم شغله. يلا نبتدي حكايتنا وهستنى رأيكم في الموضوع ده. قرب الأب من بنته مش دلع زيادة عن اللزوم، ده أمان، ونحط تحت أمان دي مليون خط. قرب الأب من بنته هو الإحساس الأول بالأمان، هو أول حضن وأول كلمة تطمن، وأول راجل في حياتها تتعلم منه يعني إيه احترام. البنت اللي أبوها بيسمعها وبيحضنها وبيكلمها بتكبر وهي عارفة قيمة نفسها. البنت اللي أبوها بيسمعها بجد، مش بس يسمع صوتها لكن يسمع قلبها ويفهم سكوتها، بتكبر وهي شايفة نفسها غالية. بيحضنها مش عشان هي ضعيفة، لكن علشان يعرفها إن القوة مش دايما أسوأ. بيكلمها مش علشان يراقبها، لكن علشان يكون قريب قبل ما أي حد غريب يقرب. حتى لو الأب مسافر وشغله واخد منه وقت، القرب مش بالمسافة، القرب بالكلمة والاهتمام والسؤال اللي بيجي في وقته. مكالمة تطمن، رسالة تقول طمنيني عليكي، صوت يحسسها انها مش لوحدها حتى وهي بعيدة. البنت محتاجة أبوها من أول كلمة، علشان لما حد يكلمها بعد كده تعرف تميز بين اللي بيهتم بصدق واللي بيجامل واللي بيضحك عليها، علشان ما تتعلقش بحد بسهولة، ولا تفرح بأي كلمة حلوة، ولا تحس إنها ناقصة أو محتاجة حد يكملها. الأب اللي يصاحب بنته مش يخوفها ولا يضغط عليها ولا يخليها تخبي. الأب اللي يخليها تحكي من غير خوف وتغلط وتتعلم وتسأل من غير إحراج، ده أب بيبني ست قوية وواثقة وعارفة نفسها. لما الأب يسمع من غير ما يحكم، ويطمن من غير ما يحقق، ويقرب من غير ما يسيطر، البنت بتتعلم إن الحب أمان مش خوف، وإن الرجولة احترام مش استغلال. البنت اللي أبوها قريب منها بتعرف تقول لأ من غير ذنب ولا تردد، بتعرف تحط حدود وتحافظ على نفسها وما تسمحش لحد يكسرها باسم الحب. حتى وهي بعيدة، مكالمة كل يوم أو حتى يوم ويوم، رسالة، ضحكة، صوت بيقول أنا معاكي مهما حصل. كفيلة تحمي بنت من 1000 وجع ومن 1000 تجربة غلط. البنت اللي حاسة إن في راجل في حياتها سند وظهر وحضن وأمان، مش هتدور على السند برا البيت، ولا تتعلق بأي حد يعرف يقول كلام حلو. الخلاصة، قرب الأب من بنته مش رفاهية ولا حاجة جانبية. قرب الأب من بنته وقاية وحماية وتربية وعمر كامل من الأمان، وقاية من التعلق، من الخداع، ومن كسر القلب. نهاية الكلام، البنت اللي أبوها قريب منها الدنيا ما تعرفش تضحك عليها.